اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عاملين اكله جميله للولاد كلهم بيحبوها، لانشون الفراخ. وعاملين تحدي مع اصل الاكلات مع نوجة انا وهي. يلا بينا نخش على المقادير. نص كيلو بانيه ومعلقتين زيت، كوبايه نشا، والتوابل بتاعتنا فلفل وكمون وبهار وكزبره وملح وحبهان وتوم باودر وبيكنج باودر وبابريكا وكبابه صيني وجوز الطيب. كل ده نص معلقه صغيره ما عدا جوز الطيب، والكبابه الصيني رشه بسيطه خالص. هنقطع البانيه بتاعنا الصغيرة يا حبايبي عشان ايه؟ تتفرم كويس في الكبة. عايزينها تبقى ناعمة جدا. والتوابل بتاعتنا دي كلها نص معلقة صغيرة ما عدا الكبابة الصيني وجوز الطيب. هنحط رشة صغيرة خالص ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. بننزل البانيه بتاعنا اهو في الكبة، بننعمه كويس قوي. نحط عليه معلقتين الزيت والتوابل بتاعتنا كلها والنشا بتاعتنا، وهنعمل كل المكونات دي على بعض. هنعمها كتير بقى ونضربها كتير كويس. بعد ما نطحنها يا حبايبي كتير، هنجهز ايه؟ كوباية مية متلجة فيها حتت تلج كده، وهنحطها عليها ونضربها تاني وننعمها ونضربه كويس. هو سهل جدا، مكوناته جميلة وبسيطة ومبتاخدش وقت. خلصنا اهو، بصوا ناعمة ازاي وجميلة. هنحط بقى الاسترتش بتاعنا، نحط طبقتين على بعض كده عشان ايه؟ تبقى المكونات كده متماسكة وانت بتلفيها اهو. بفرد طبقة كمان، وهننزل بقى فيها الايه؟ العجينة بتاعت اللانشو بتاعتنا. وهننزل العجينة دلوقتي يا حبايبي وهنلفها رول. نلفها كويس، لازم تلفها كويس وتقفليها من الجنبين كويس علشان ما تفكش منك. بصوا الفها كويس اهو بالاسترتش. لازم تخليها اسطوانة كده اهو. نقفلها من الجنبين كويس. بعد كده نجيب ورق الفويل عشان تبقى متماسكة وحلوة وما تفكش معاكي وانت بتسويها. هنحط بقى في الاسترتش دلوقتي، في الفويل دلوقتي، واقفلها معاكم. ما شاء الله جميلة. اهم حاجة الربطة اللي في الاول وفي الاخر دي كويس قوي اهو. بصوا اربطيها بقى كويس قوي، اربطي اربطي جامد من ناحيتين عشان ما يفكش منك، وتاخد الشكل الاسطواني اللي انت بتشتريه من بره اهو. ما شاء الله. عملت واحدة كمان وهنحطهم بقى. هسويهم دلوقتي على البخار، حلة فيها مية وعليها مصفى، وهحطهم واغطيها ساعة الا ربع كده، واقلبها على الناحية التانية برضو واسويها. اغطيها بقى واسيبها تستوي برضو ساعة الا ربع عشان تبقى استوت. واجربها بالخلة معايا، طلعت ناشفة وجميلة اهي، يبقى استوت. هخرجها بقى كده وافكها اهو. بصوا هخرجها تبرد كده شوية بس صغيرة كده عشان اعرف افكها. افكها كويس بقى وايه، واروح محمراها دلوقتي في ايه؟ معلقة سمنة صغيرة او معلقة زبدة، بس هدهنها بعسل اسود ورشة بابريكا. هدهنها كويس عشان تدي لون معايا حلو وانا بحمرها. بصوا اهو بفكها عشان هي لازقة بس منها لسه سخنة. بصي اهم حاجة وانتي بتقصيها بالراحة كويس قوي عشان ايه؟ ما تفكش معاكي. بصي اهو بفكها بالراحة. بس اكلة جميلة والولاد كلها بتحبها، والسندوتشات والمدارس داخلة. هتريحك من شراء السندوتشات كده الصبح، لا يبقى عندك حاجتك جميلة وولادك يفرحوا بيها.
هنا يا حبايبي اهو معلقتين عسل اسود ومعلقه بابريكا ورشه زيت. هنا كويس. اللهم صل على سيدنا محمد. بس لما احطها بقى احمرها هبقى دي الناحيه التانية. حطيت معلقه سمنه صغيره، اديها لون بقى كده تحمر كده بشكلها حلو. جميله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي بقى كده سبتها تبرد شويه، هدخلها التلاجة 3 ساعات واخرجها من التلاجة. اقطعها كده طرنشات رقيقه. انا طبعا ما عنديش المكنه، بس ايه قطعت على قد ما اقدر يعني. بصوا القطعيه دي يعني بصوا تخينه شويه عشان مش متعوده، ما عنديش المكنه يعني. لكن اللي عندها المكنه بقى مش هتهدر معاها وتقطعها كتير اكتر من كده. هي ما شاء الله جميله وادت كميه كبيره ما شاء الله، سهله قوي. تعملوها لولادكم كده هتريحك ويفرحوا بيها جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية، وتصلوا على النبي في الكومنتات.